ازيكم يا حلوين واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده عايزين نتكلم مع بعض عن طريقه صب الشمع في القوالب، وعشان يكون الفيديو مميز شويه اخترت القوالب الكونكريت دي. عايزه اقول لكم قوالب الكونكريت بقت موضه ومطلوبه وترندي اكتر من قوالب التانية او الجارز اللي هي بتبقى ازاز. بس قبل ما نبتدي عايزاكم كلكم تشتركوا في القناه، عشان زي ما وعدتكم لو تابعتوا القناه هتبقوا محترفين في صناعه الشموع. ويلا بينا نبتدي. مهم جدا تعرفوا ان قوالب الكونكريت دي بتبقى معزوله. يعني ايه معزوله؟ يعني محطوط لها طبقه ورنيش بتعزل الكاندلز او الشمع اللي هو الواكس عن الكونكريت نفسه. وطبعا ده قصه كبيره، والكونكريت سهل قوي تعملوه. لو عايزين فيديو ازاي نعمل الكونكريت والقوالب دي اكيد ممكن اعملها لكم واقول لكم برضو النسب بتاعتها، بس لازم تكتبوا لي في الكومنتس هعرف ازاي انتوا عايزين. لو انتوا مش بتكتبوا لي في الكومنتس، انا عايزه يكون في انتراكشن مع بعض، وعايزه يكون في كومنتات كتير، وتبقوا صاحيين معايا وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. انا مش عايزاكم تبقوا قاعدين بتتفرجوا كده في صمت. اوكي، عايزين نعمل كوميونتي للشمع ونتكلم مع بعض. المهم هبتدي اول حاجه زي ما انتوا شفت كده. انا هستعمل الفتيل الخشب. الفتيل ده جايباه منين؟ جايباه من شي ان، موقع صيني. اللي ما يعرفش ايه هو شي ان هحط لكم برضو الكود بتاعه تحت في الديسكريبشن بوكس، ادخلوا لو عايزين تشوفوه. طبعا السمك بتاعه مش كبير قوي علشان انا عندي هنا قطر الكوبايه مش كبير. اللي عايز يعرف ازاي احدد الفتيل المناسب لقطر الكوبايه يتفرج على الفيديو اللي قبل ده على طول، وبرضه هحطه لكم فوق عشان تشوفوه. زي ما بتشوفوا كده الفتيل بيجي معاه اوريدي القاعده بتاعته، فانا مش بغلب، انا يا دوبك باخد الفتيل واقوم محطاه في القاعده بتاعته واثبته في الكوبايه. طيب الناس الشاطره المركزه هتقولي بتثبتيه ازاي في الكوبايه؟ هقول لكم عندي طريقتين. اما بجيب لاصق الفتيل او لاصق القاعده اللي هو ده، بيبقى موجود برضو على موقع شي ان. هحط لكم برضو الكود بتاعه تحت لو عايزين تطلبوه، او ممكن تعملوا زيي لو انتوا مش متوفر عندكم القواعد دي ومفيش وقت ان انتوا تجيبوها. انا لما بيخلص عندي القواعد بقوم جايبه الدبل تيب اللي هو اللزقه دي اللي هي بتبقى وش وظهر. دي بتسهل عليا جدا، بلزق القاعده من ناحيه وبلزق التانية في القالب بتاعي من تحت، وبكده نكون لزقنا الفتيل صح. ابتدي بقى الصب. هنا بقى هنتكلم في الجد. الصب بتاعنا بيبقى على درجة حرارة كام؟ بصوا، اي زيت عطري بتحطوه في الشمع لازم تكون الشمع بارد شوية، ما ينفعش يكون درجة حرارة الشمع عالية علشان ده هيسبب ان الزيت العطري بتاعي هيتبخر. فانا دايما بسيب الشمع بعد لما يدوب خالص، بقوم سايباه كده من دقيقة ل3 دقايق، وبرضه بتابع وبقيس حرارته بالترمومتر. بقيس درجة حرارة الشمع على طول. الأول ما يوصل لدرجة حرارة 70 ببتدي أحط الزيت العطري بتاعي وأقلب جامد. أقعد مثلا دقيقة كده بقلب، ولازم نقلب على طول أول ما نحط الزيت العطري، لأن الزيت العطري لو ما تقلبش كويس قبل الصب بيحصل ايه؟ بيفصل عن الشمع نفسه، فبيبقى شكله باين وبيبقى منقط كده ومش حلو. فانا لازم على قد ما اقدر اقلب كتير واقعد فتره وانا بقلب، وبعد كده ابتدي الصب. طيب الصب هيكون على درجه حراره كام؟ على درجة حرارة 65. انتوا يا دوبك عبال ما تقوموا حاطين الزيت العطري وتقلبوا هتلاقي هي درجة الحرارة بتاعته ابتدت توصل للدرجة اللي انتوا عايزينها. فانا بشوف ان درجة حرارة 65 ده مناسب جدا للصب في القالب. خلاص كده صبينا الشمع واستنيناه يبرد. هل كده مهمتنا خلصت ومفروض ان احنا نقص الفتيل؟ لا، بنعمل الخطوة دي، ودي خطوة مهمة جدا قبل قص الفتيل. لازم بدوب السطح بتاع الشمع بالطريقة دي بالهيت جون اللي هو المسدس الحراري. طبعا في ناس بيقولوا ان هما ما عندهمش الهيت جون ده وعايزين حاجة تانية بديلة ليه، وبيستعملوا السشوار اللي هو البلو دراير بتاع الشعر. انا عن نفسي ما جربتوش، بس حاسه ان هو فكره مقنعه، لان هو تقريبا نفس الحاجه، هيعمل نفس الوظيفه بتاعه المسدس الشمع. فاعتقد ان هو مفيش مشكله. لو انتوا ما عندكمش مسدس الشمع ممكن نستبدله بالسشوار او الهير دراير. بس بتأكد بقى ان انا دوبت الشمعة، ودي عشان يكون شكل الشمعة وسطحها نظيف من فوق ومفيش فيها اي اللي هي البابلز اللي بتطلع الصغيرة دي، ويبقى كده سموث زي ما انتوا شايفين.
بصوا لما نشفت شكلها بقى عامل ازاي، فعلا شكلها تحفة، ما فيهاش اي عيوب من فوق، وهو ده اللي احنا عايزين نوصله. ما ينفعش ادي للعميلة او الكلاينت بتاعي شمعة شكلها مش حلو. يلا بينا بقى نقص الفتيل. طبعا انا بستعمل هنا مقص يكون حامي شوية علشان يكون سهل وانا بقص الفتيل. والفتيل الخشب ممكن ان هو يشرشر كده، يبقى طالع منه زي زوايد، فلازم تتأكدوا ان المقص بتاعكم حامي. طيب بقص الفتيل قد ايه؟ تقريبا سنتي بس اللي انا عايزة اسيبه. ليه سنتي؟ علشان انا مش عايزة اللهب بتاع الفتيل بتاعي يبقى عالي فيقوم مدوب الشمعة بتاعتي بسرعة، فالعميل او الكلاينت يقول لي بدل لما الشمعة تقعد معايا فترة طويلة اتحرقت بسرعة وملحقتش يتبسط بيها او تتبسط بيها. فلازم الفتيل بتاعي يبقى يدوبك سنتي علشان فعلا اللي يقعد مع العميلة فترة اطول، وفي نفس الوقت هيدوب الشمعة ويطلع ريحة احلى. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاعي النهاردة. اتمنى يكون عجبكم، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. اكتبوا لي برضو رأيكم وعايزين نتكلم عن ايه في الفيديو الجاي. واتمنى يكون عجبكم الفيديو، وكان سهل كده وخفيف ومعلوماته كلها حلوة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي يا حلوين.